يا محمد رضا، يا محمد يا رضا. محدش شاف محمد رضا يا ولاد. انا زعلان منك يا محمد الله. انت عارف انت عزيز على قلبي، انت وابوك واخوك، كل اخواتك. انا عارف انتوا عيله زملكاويه قح، بس انا زعلان منك جدا. يعني انت دخلت لي على الماسنجر وقلت لي افتح التعليقات، اقول لك لا ما بحبش التحفيل عشان ما نزعلش مع بعض. افتح التتش يا بيبو، اقول لك ما بفتحش، ولا بيبو هيفتح التتش. تقوم انت بعت لي النهارده بعد ما الزمالك اتلب من امي، تقول لي سأغادر صفحتك وبص أطيب خاطرك بكلمتين وأمسح دموعك من على الخدين. هتلاقيك عامل لي بلوك، مش لاقي صفحتك. والله زعلان منك. يعني اللي يعرف محمد رضا بن الجزمجي يقول له إن أنت أغلى عندي من الأهلي والزمالك. يا حبيبي دي رياضة، إحنا بنشجع وبقلب وبحب وبوفاء انما هنأثر بقى على علاقاتنا الاجتماعية والشخصية والصداقة والأبوة والحنوة والمشاعر الجميلة دي. لا، شجع واعمل اللي انت عايزه وحفل زي ما انت عايز، وانا هحفل عليك وعلى الزملكاوية، وهجيب أنبوبة بوتاجاز والف بيها الشوارع واقول يعني ايه انابيب، انابيب، انابيب. بس يعني ده حتى الزمالك يعني ما بيقدرش على حزننا ولا دموعنا، على طول ما بيكدبش خبر. بعد ما الاهلي بيتغلب هو بيتغلب، وبعدين يتعادل، وبعدين يتاخد منه الدوري. يعني الاهلي ومستواه اللي زي الزفت ده، واحنا حفلنا على الاهلي بنفسينا. ده الفرق اللي بيننا وبينكم. احنا بنسمح بتحفيل الناس على الاهلي، واحنا شخصيا بنحفل عليه ونقسو عليه قسوة شديدة جدا. فانا بقول لكل الاخوة الزملكاوية مي ميرسي افيك بلازير جمهور الزمالك. يعني مع تحياتنا لكل أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين وبتوع غرف الملابس، خلع الملابس وخلع الملابس وخلع الكوتشيات، وجمهور الزمالك. نشكركم على حسن تعاونكم معنا. محمد يا رضا، أي حد يشوفه يقول له عمو خالد بيقول لك عيب، عيب. ارجع اطلب الصداقة تاني وانا هسمح بالصداقة. مش الاهلي والزمالك اللي يخلونا ما نعرفش بعض. فهمت يا ابن الجزمجي؟ سلام.